مساء الخير عليكم وعلى كل الأعضاء اللي لسه مشتركين في القناة. خلاص الصيف يعتبر بدأ رسمي والأسئلة على الفنادق كترت، فهتلاقوا الفترة دي بنزل لكم فنادق كتير جدا كل المستويات في كل مكان في مصر. النهاردة هقول لكم على فندق اقتصادي في شرم الشيخ. كنت نزلت لكم في الفيديو اللي قبل اللي فات فندق اقتصادي برضو في شرم الشيخ، بس كان مش فيه اكوا بارك، بس كان موقعه متميز جدا. فالنهاردة هنزل لكم فندق حلو برضو جدا اقتصادي، بس فيه اكوا بارك علشان الناس اللي مهتمة بالاكوا بارك. بس قبل ما ابدا وزي ما متعودين مني دايما، علشان الناس اللي اول مره تشوفني، انا شروق بقدم محتوى عن السياحه والسفر جوه مصر وبره مصر والفنادق واسعارها واهم مميزاتها وعيوبها. فلو عايزين تسالوا اي سؤال اكتبوا تحت في التعليقات وانا هرد عليكم. وما تنسوش تعملوا لايك واشتراك للقناه وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم جديدنا اول باول. ويلا بينا نبدا. الفندق ده هو فندق يوني شارم اكوا بارك. مكانه بيكون في الهضبة. هو فندق 3 نجوم، مستواه كويس بالنسبة لسعره، بيقدم قيمة مقابل سعر. الفندق صف تاني، الشاطئ بتاعه صخري. هيكون حلو جدا في السنوركلينج والدايفنج لو حابين. الفندق موجود فيه اكوا بارك، هي مش كبيرة، صغيرة بس لذيذة وحلوة. بالنسبة للبول، في 2 بول كبار وأطفال. في كمان كيدز اريا بالنسبة للناس اللي معاهم أطفال، فهيقدروا يتبسطوا هناك جدا. يعني بالنسبة للأكوا بارك والكيدز اريا فهيكون في وسائل ترفيه، ده غير الانيميشن، وكمان في حفلات يومية. وفي مسرح للحفلات بيتقدم فيه الحفلات كل يوم بالليل. فكمان الفندق أجواءه حلوة. كمان مميز في ان هو قريب من السوق القديم وخليج نعمة، فدي كمان ميزة. الإقامة بتكون شاملة فطار وعشاء. لو حد حابب غدا بيكون بتتفقوا مع الفندق، بتكون بتكلفة إضافية. ريسبشن الفندق واسع ولذيذ جدا، قعدته لذيذة. كمان في كمان بالنسبة للبيتش، لأنه طبعا الفندق صف تاني، فالبيتش بيحتاج ان يكون فيه تنقلات، فالفندق بيوفر باص بيوديكوا البيتش، فدي برضو مش مشكلة خالص. بالنسبة للأكل هو مش متنوع قوي، بس معقول بالنسبة لسعر الفندق. كمان ميزة الفندق ان هو متوفر مع اغلب شركات السياحة. يعني لو انتوا من اي محافظة في مصر، هتلاقوا شركة السياحة اللي انتوا تعاقدوا معاها او تختاروها هتلاقيها موفرة الفندق ده. كمان تقدروا تحجزوا من خلال مواقع الحجز او من خلال الفندق دايركت، او من شركات السياحة زي ما قلتلكوا. انا بلاقي ميزة في شركات السياحة ان هي بتكون موفرة انتقالات ذهاب وعودة، فده بيكون اختيار كويس. كمان بتسهل عليكم الدنيا اكتر. وبيكون السعر اصلا سعر السعر اللي الشركة بتوفره بيكون حلو جدا كسعر فندق بانتقالات ذهاب وعودة. فهتلاقوا السعر حلو جدا، اقتصادي. يقدر اي حد يروح، اي حد حابب يروح شرم الشيخ وينزل في فندق كويس بيقدم قيمة مقابل سعر، فهيكون السعر مناسب جدا. كمان عايزة اقول لكم ان شرم الشيخ مش عبارة عن فندق بس هتروحوه. لا، شرم الشيخ فيها انشطة وخروجات وحاجات كتير جدا تقدروا تعملوها، فان انتوا حتى توفروا في سعر الفندق علشان يبقى فيه مساحة قدامكم ان انتوا تعملوا انشطة او خروجات تعملوها هناك في شرم الشيخ. فكمان دي حاجات هتبسطكم جدا، لان في طبعا حاجات كتير تتعمل بالنهار وحاجات بالليل. وكنت نزلت كمان فيديو لأهم حاجات تعملوها في شرم الشيخ واهم اماكن الخروج في شرم الشيخ، هسيبه لكم في الاي فوق، وهسيب لكم اللينكات كمان في الوصف تحت تقدروا تشوفوها. بجد يا جماعة، دي من احلى الحاجات اللي ممكن تعملوها في شرم الشيخ. يعني في حاجات لازم لما تروحوا شرم الشيخ لازم تعملوها. فاتفرجوا على الفيديوهات دي هتفيدكم. كمان عايزة اقول حاجة مهمة، بما ان بقى الافراح كترت، الصيف بيجي بقى بالافراح وكده، وطبعا بيبقوا بقى عايزين يطلعوا هانيمون. فانا كنت نزلت فيديو مخصوص للفنادق الخاصة بالهانيمون، فنادق حلوة جدا في شرم الشيخ وفي الغردقة.
فهسيب لكم برضو الفيديو ده في الاي فوق، هسيب لكم اللينك في الوصف تحت علشان تشوفوه. فيديو مهم جدا لكل المهتمين بالهانيمون، فالفيديو هيفيدكم جدا. طيب بالنسبة للناس اللي هتحجز مع شركات السياحة، لازم أهم حاجة تتأكدوا من شركات السياحة تكون مضمونة، ليها مقر على أرض الواقع ومرخصة، ويكون عليها ريفيوهات كتير للناس اتعاملت معاها، علشان في شركات كتير بتنصب على الناس، وبعد ما يحولوا لها الفلوس بيكتشفوا ان مفيش شركة اصلا. فحفاظا على فلوسكو، لان ناس كتير حصل لها الموضوع ده ورحلاتها اتكنسلت وخسروا فلوسهم، فتأكدوا من النقطة دي مهمة جدا. كمان هتلاقوا فيديوهات كتيرة على القناة لفيديوهات لفنادق في شرم الشيخ، مستويات مختلفة، وفنادق الغردقة وفنادق لدهب. اي حد مهتم ان هو يروح اي مكان من ده هتلاقوا فيديوهات كتير تفيدكم. كمان هتلاقوا فيديوهات لاسكندرية، لفنادق اسكندرية وخروجات اسكندرية. اللي حابب يخرج في اسكندرية وعايز يعرف يروح فين، هتلاقوا برضو اماكن كتير انا مصوراها، اماكن حلوة جدا. كمان اللي مقرر يطلع رحلة في أي مكان وعامل بادجت معينة، تقدروا تقولولي البادجت دي ايه، وايه اللي يعني المناسب ليها كفندق محتاجين تروحوه، وانا رشح لكم حسب البادجت اللي انتوا محددينها. بالنسبة بقى لسعر الفندق، فالأسعار متغيرة وبتختلف من شركة لشركة، بس هو السعر اقتصادي جدا. اللي عايز يعرف السعر يسيب الكومنت، لأن أنا هرد يعني باللحظة اللي اتعمل لي فيها كومنت، لأن الأسعار متغيرة جدا وبتختلف من وقت للتاني. فأنا مش هينفع أقول سعر في الفيديو ويجي حد يتفرج على الفيديو بعد اسبوع، اسبوعين، شهر، اكيد الاسعار بتختلف، علشان محدش يقولي انت بتقولي سعر في الفيديو هو سعره مش كده. فاللي عايز يعرف اي اسعار يسيب لي الكومنت وانا هرد عليه. وفي الاخر عايزه اقول لكم برضو ان السعاده قرار، ومهما كان مستوى الفندق اللي انتوا هتنزلوه حتى لو اقتصادي، فالانبساط قرار. انتوا تقدروا تنبسطوا في اي مكان، تقدروا تبسطوا نفسكم باقل حاجه. شرم الشيخ مش مقتصر على الفندق بس، زي ما قلت لكم في خروجات وفي انشطه كتير حلوه تقدروا تعملوها. فاجازه سعيده لاي حد رايح قريب اي مكان. وانتظروا لسه فيديوهات كتير في قناة فكرة وسفرية اللي بتكلم فيها عن السياحة والسفر، سواء سياحة داخلية أو خارجية، وأفضل الرحلات اللي ممكن تعملوها في مصر سواء بحر أبيض أو بحر أحمر، وترشيحات الفنادق وأفضل الرحلات وأماكن الخروج. فلو مهتمين بالمحتوى ده وبتحبوا السفر، ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكوا جديدنا أول بأول. ولو الفيديو عجبكم اعملوا لايك ومشاركة علشان يوصل لأكبر عدد من الناس. ويهمني جدا ان اعرف رايكم في الكومنتس، ولو عندكم اي سؤال بخصوص السياحه والسفر سيبولي تعليقاتكم وانا هرد عليكم. وباي باي.